تعالوا معايا النهاردة في تاني يوم في مبادرة التأثير لترك الأثر IFI Influence for Impact من بيكس بايت ايجنسي برعاية وزارة السياحة ومجلس الوزراء وجهات تانية كتير. النهاردة كان يوم لذيذ قوي، رحنا الدرب الأحمر واللي كانوا منظمين اليوم مؤسسة اسمها الدرب الأحمر برضو. الغريب في الموضوع ان شخص بيحب مصر وبيزور الأماكن السياحية ومصر القديمة كتير، وبرغم كده في أماكن أول مرة أسمع عنها. بدأنا رحلتنا من الأزهر بارك وباب زويلة وسوق الخيامية اللي فيه حرفة يدوية معروفة جدا ومن زمان جدا، اللي هي التطريز بالقماش. طبعا تقدروا تروحوا في أي وقت وتشتروا كل اللي نفسكوا فيه، والأسعار فعلا حلوة ومناسبة جدا لرمضان. كل ده عارفينه. اللي أول مرة أعرفه هو مثلث الآثار وسور القاهرة الشرقي الأيوبي والجامع الأزرق وبيت الرزاز وبوابة البرقية ومسجد المرداني. أماكن أنا أول مرة أشوفها. أنا حقيقي فخورة ببلدي وفخورة إن فيها حضارة عظيمة. كل شوية أكتشف إن فيها حاجات تانية أكتر وأكتر ما كنتش أعرفها. والرحلة دي حلاوتها مش بس انها تنفع للصحاب، لا كمان تنفع للأطفال، وبجد حقيقي احنا محتاجين نعرفهم بلدهم عاملة ازاي. لو حابين تروحوا كل الأماكن دي وتشوفوا مصر وحضارتها العظيمة، تقدروا تحجزوا مع مؤسسة الدرب الأحمر، تختاروا الرحلة ويكون معاكم مرشد سياحي وجولف كار. اتفسحوا في مصر وخليكم فخورين ببلدكم وفخورين باللي ما تعرفوهوش عنها أكتر كمان من اللي تعرفوا عنها. أنا اتبسطت النهاردة ومبسوطة أنكم كنتوا معايا.